بنات شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب تكونون بخير وصحة وعافية. اليوم نسوي تشريب أو مرق دجاج بطريقة جدا سهلة وبسيطة كلش طيب. عندي هاي الدجاجة هنا أنا قطعتها بهذا الشكل، وهنا أنا راح أقشر البتيتي وأقطعها مكعبات، والبصل أيضا شرائح، وهذا الفلفل، وهنا أنا عندي الليمون المجفف، هذا شكله راح أضيفه وياه. أما بالنسبة للبهارات فأنا ما أضيف أي شيء غير الكركم، يعني على مود أحصل على النتيجة. أريد طعم الدجاج يعني يبرز، ما أريد يعني أضيع عليه البهارات وهاي السوالف. فغير الكركم إذا أحب أضيف يعني فلفل أسود. زين، وراح أكمل باقي المكونات. وهنا أنا بعد ما قطعت البوتيتي بهذا الشكل والفلفل والبصل راح أضيف الليمون المجفف. طبعا هنا هم كلش يحبوه. زين، وبالنسبة للخضار فأي شي يعجبكم بدون يعني تضيفون وفائدته أكثر. يعني ليش مثلا بس دجاج وبصل وبهارات وهاي الأشياء؟ لا، ليش يعني أضيف إضافات وأحصل على نتيجة أفضل؟ فبالنسبة للخضار تقدرون تضيفون الشي اللي يعجبكم، يعني لا تتقيدون بيه. وراح أغطيه وأتركه لحد ما يستوي عند الدجاج. وهنا أنا بالمقابل حبيت ويا مرق الدجاج أو التشريب أسوي البرغل بس بغير طريقة. هنا أنا غسلت كوب من البرغل ونقعته، وعندي راس بصل، وعندي 2 حل نشبنت، راح أثرمهم وأثرم البصل ناعم، وأراويكم الطريقة خطوة بخطوة. وهنا أنا ثرمت الشبنت بهالشكل هذا، والبصل أخذت نص حبة ثرمتها بهذا الشكل. راح أخذ ملعقة طعام من زيت الزيتون، ننزل البصل، رشة من الملح شوية بس على مود البصل يعني ما يبقى هيك لونه أو ما يذب مي. نزلت الشبن وراح أظل أقلب فيه شوية. طبعا ما أريد يذب، فما راح أخليه يذب، مجرد هيك شوية بهذا زيت الزيتون أقلبه، وبعدين راح أنزل البرغل. هنا بعد ما صارت عندي هاي الرغوة بالتشريب راح أشيله، هذا الفوق كله نشيله وأصفيه. ونرجع البرغل مالتنا اللي يجنن، نزلته هنا على الشبنت. يا ويلي يا ويلي على الريحة مال الشبنت، تجنن. قلبه شوية، طبعا ما سويت هواي كمية قلبه هيك بس. المهم هنا أنا راح أنزل عليه مي لحد ما يغطي، لأن هاي الحبة مالته يعني مو ناعمة، لازم شوية مي كمية. وهنا راح أخلي له رشة من الكركم، وراح أضيف له رشة من الفلفل الأسود، رشة زينة يعني. وملح لازم يعني هذا ضروري. نضوله، شوف الملح مالته، وراح أغطيه وأتركه لحد ما ينشف المي مالته وأخليه يتهدر. وبالنسبة للتشريب أيضا قلت لكم أنا راح أضيف له كركم، وراح أضيف له أيضا فلفل أسود، تقريبا ملعقة صغيرة هيك شي، ملعقة كوب يعني، مو ملعقة طعام ولا ملعقة شاي. شوي نكثر له الكركم حتى ينطينا لون حلو. وهسه نحرك شوية. وهنا بعد ما صار عندي جاهزات
هذا البرغل آخر شي ضفت عليه حمص، وهذا التشريب. هاي هنا أنا جهزت شوية سلطة. إن شاء الله أكون قدمت شي نال رضاكم ونال إعجابكم، ولا تنسونا باللايك والمتابعة والمشاركة. ومع السلامة، انتظروني بمقطع جديد وفيديو جديد.